ختاما وعلى كورنيش عنابة يمارس فنان تشكيلي موهبته في رسم بورتريهات المصطافين الذين اعتادوا رؤيته ولم يخفوا إعجابهم بإبداعه. رسوماته أصبحت مصدر رزقه الوحيد وسلاحه للمراهنة على مستقبل أفضل. المزيد في هذا التقرير مع زهير رشطب. في قلب كورنيش عنابة اختار الشاب زكريا جبوري هذا المكان ليستقبل الطلبات ويحول الصور إلى أجمل رسومات. جبوري زكريا فنان تشكيلي من مدينة عنابة، خريج مدرسة الفنون الجميلة. التخصص تاع رسم زيت، يعني متخصص في المجال هذا، لكن البورتري راني مختص فيهم أكثر ونمارس فيهم أكثر، يعني هم تنجم تقول هو مصدر الرزق تاعي. بأدوات بسيطة وطموحات ليس لها حدود يتفنن زكريا بمثل هكذا إبداع، وفي عالم الرسم له عديد الأنواع. انواع الرسم تاعي نرسم يعني في اللوح القماش، على الاكريليك، على الالوان زيتيه، في الورق نرسم على الاحجام اكاد اطروه اد، كل حاجه والسعر تاعها. راني نخدم هنا في الشارع، ان شاء الله نجد السلطات المعنيه، يعني المسؤولين، انه يوفرونا مكان، يعني مقر باش نقدر نبدع اكثر. زكريا نجح في جذب الزبائن بفضل الإخلاص والإتقان، لذلك فالكل ينزع قبعة الاحترام لهذا الفنان. تعديت من هنا بالصدفة، عجبني، يعطيه الصحة، فنان ما شاء الله عليه. التصور تحسهم باش ينطقوا، تحسهم باش يتكلموا حدهم. في فصل الصيف يعني دائما نجينا لهنا في هذا المكان، وديما شرفنا يعني، ومثل مدينة عنابة، ويعني فنان رائع يعني. والله ما شاء الله ما شاء الله، انامل مليحة، وان شاء الله ربي يلقى دعم ويتطور. عنابة محظوظة بمثل هكذا مبدعين الذين يستحقون المزيد من الاهتمام لتحقيق الأحلام ومعانقة التألق على الدوام.